السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل دردشة مع بعض عن موضوع الحمل. اتكلمنا عن الحمل خارج الرحم وأعراض الحمل المبكرة، واتكلمنا عن كل ما يخص الحمل ان شاء الله. والنهاردة هتكلم معاكم عن الحمل في كيس فارغ. ازاي تبقي حامل ويجي الدكتور في الشهر التاني، في اواخر الشهر التاني هتبقي قربتي تكملي الشهر التاني، خلاص بقالك اسبوع او بقالك 10 ايام، وتيجي تتابعي الدكتور يقولك للأسف احنا هننزل الحمل ده لان الحمل ده انت حامل في كيس فارغ. طب ازاي؟ انا عملت اختبار وعملت سونار والدكتور قال لي حامل، حامل بس هو ما كملش. طيب ما كملش الحمل، فعشان كده لازم ينزل. طيب ايه اعراضه وايه شكله وايه بيحصل ليه الحمل الكيس الحمل الفارغ؟ طبعا زي ما انتوا عارفين الحيوان المنوي بيلقح البويضة بتاعتنا، وبعد ما بيلقحها كده تبقى عندك كيس الحمل، فبتعملي الاختبار بيطلع حامل، تروحي تعملي سونار حامل، فبيبدأ الدكتور يديلك الفوليك ويديلك شوية فيتامينات كده، ويقولك تعالي تابعيني مرة تانية بعد ما تكملي كده مثلا شهر ونص أو حاجة. هتروحي بعد كده يبقى عندك مثلا شهر ونص، يعني قربتي كده في الأسبوع التالت من الشهر التاني طبعا. فهتروحي للدكتور يبدأ يعملك الإعادة طبعا في الشهر التاني عشان يطمن كيس الحمل بدأ ينقسم ولا لأ. فكيس الحمل ده بيحصل له انقسامات جواه تكون لك الجنين. طيب لو محصلش الانقسامات دي في الشهر التاني يبقى هو وقف الكيس فارغ كده، يفضل واقف لحد كده، ما قدرش يكمل اكتر من كده لان الحيوان المنوي ضعيف، وما قدرش يكمل كأن شخص بيجري 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 وبيعمل بيبذل المجهود بتاعه، هو بذل مجهود كده ولقح البويضة لكن ما قدرش يكمل الانقسامات. يعني عايزين حيوان منوي قوي يقدر يكمل الانقسامات ويبدأ يكون الجنين اللي هيقعد معاكي 9 شهور ان شاء الله. فهو وقف لحد كده ما قدرش يكمل الوظيفة بتاعته، ففضل الكيس فارغ وما كونش الجنين لأنه ما عملش الانقسامات اللي المفروض تحصل. طيب خلاص كده ما عملش انقسامات والكيس حمل فارغ، هنعمل ايه عشان ننزل الكيس ده؟ والكيس ده شكله ايه؟ والكيس ده عبارة عن ايه؟ هنعرف كل حاجة ان شاء الله في اخر الفيديو، تابعين لاخر الفيديو. ولو انت لسه مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة كده وفعلي الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله، وكل الدردشة بندردشها مع بعض كل فترة بإذن الله، عشان يبقى عندنا معلومات، عشان تعرفي الأعراض، عشان لو موجود عندك الحمل ده تبقي عارفة يا ترى نزل كيس الحمل ولا لسه، يا ترى شكله ايه. كل ده هنقوله في الفيديو ان شاء الله. اول حاجة، اول ما بيقولك الدكتور الكيس الحمل فارغ لان طبعا ما كملش الانقسامات، فهيبدأ يديكي علاج عشان ينزل الحمل ده ان شاء الله، لان هو عدى مرحلة ان هو مش دم بس هينزل لوحده، لا ده بدأ يكون كيس، فلازم الكيس ده ينزل. يبدأ يديلك برشام كده زي بتاع الإجهاض. البرشام ده بيعملك تقلصات في الرحم وتقلصات في البطن وألم شديد في الظهر كأنك هتولدي أو كأنك هتسقطي. فهو بيعمل لك الموضوع ده شغلة البرشام نفسه عشان خاطر تسقطي بسرعة من غير ما يبقى فيه بقايا جوه الرحم. فبيديلك برشام، بتكسري البرشامة نصين، نص صباحا ونص مساء. تاخدي النص صباحا، طبعا أول ما بتاخديها نص صباحا كده بتقعدي طبعا ربع ساعة تلت ساعة وتبدأ البرشامة تشتغل معاكي وبتحسي بآلام فظيعة. طبعا لازم نتحمل الآلام دي، وممنوع منعا باتا تاخدي أي مسكنات، لأنك هتاخدي مسكن هيبطلك مفعول البرشام ومش هيخلي الرحم ينظف نفسه، وتبدأي تدخلي في مرحلة عايزين نعمل كحت وعايزين نعمل عملية تنظيف للرحم عشان نطلع الكيس اللي موجود ده ونطلع بقايا الحمل. فيبقى انت كده خسرتي ان انت عملتي عملية ودخلتي نفسك في حوار طويل. فالافضل ان انت تستحملي الالم، طبعا هو الم متعب جدا انا عارفة، بس انا بنصحك ان انت تستحمليه وتمشي زي ما الدكتور قايلك. هو بعد ما بناخد البرشامة بتبدأ تتفاعل معاكي وتبدأ تعملك الالام دي ويبدأ ينزل معاكي الدم، تيجي تهدى جسمك بيهدى شوية كده بعد ما مفعول البرشام بيضيع.
طبعًا ما ننساش إن هو بيفتح عنق الرحم وبيفتح يعني بتبقى في آلام في عنق الرحم وآلام كده لازم نتحمّلها إن شاء الله، كل ده ليه أجر وثواب عند ربنا وبيتكتب لنا بيه أجر إن شاء الله، فبنتحمّل الآلام دي وبتبدأ كده الآلام دي بتضيع من بعد مفعول نُص البرشامة اللي بتاخديه، نبدأ نيجي بعد بالليل ناخد نُص برشامة كمان، بيحصل معانا نفس الألم ونفس الموضوع، فبتبدئي تاخديها لمدة أسبوع، وممكن لو الدكتور شايف إن هو مش مستاهلة تاخدي 5 أيام، حسب ما الدكتور هيقول لِك من أسبوع ل5 أيام هتمشي على البرشام اللي هو بيقول لِك عليه، لإن البرشام ده بيبقى قوي جدًا وبيبقى بييسّر يعني طبعًا كلّه بإذن الله بييسّر نزول الكيس إن شاء الله، فيبدأ ينزل معاكِ دم على طول الفترة وتبقي محتارة الكيس هينزل إمتى والكيس بينزل بعد كام يوم، طبعًا هتلاقي نَفْسِك سادس يوم أو خامس يوم يبدأ ينزل معاكِ الكيس، زي ما اتفقنا ممنوع المسكنات، طبعًا بعد ما بينزل الكيس شكل الكيس إيه، هنتكلم عن شكل الكيس إيه، وبعدين هنتكلم بنعمل إيه بعد ما بينزل الكيس عشان ما يحصلناش أي التهابات. شكل الكيس أنا هاقرّب لكم الشكل يعني، طبعًا كلنا بنشتري الفراخ بيبقى معاها الكبدة وبيبقى معاها حاجة كده زي الأُنثى أو زي القلب كده بيبقى جامد شوية عن الكبدة، هو بيبقى في حدود كده قد الأُنثى بتاعتنا اللي إحنا بتاعة الفرخة اللي إحنا بناكلها طبعًا، وبتبقى جامدة شوية عن الكبدة، الكبدة لمّا بتدوسي فيها بتفرول معاكِ كده وتتقطّع، لأ، هو بتحطيه في المَيّة ما بيدوبش، تعرفي إزاي هو بينزل طبعًا بتلاقيه على الفوطة الصحية أو بينزل كده جوّه التواليت وأنتِ قاعدة على القعدة حسب ما بينزل، طبعًا لمّا تحطيه في كوباية مَيّة عشان تتأكدي هو ده الكيس أو لأ، هتلاقيه ما دابش زي قطع الدم اللي بتبقى مكلكعة كده مع بعض، لمّا بتحطيها في مَيّة بتدوب، لكن ده مش هيدوب، تعرفي إن هو ده كيس الحمل الفارغ والحمد لله نزل واتخلّصنا منه عشان ما يعملناش أي مضاعفات جوّه الرحم ولا أي حاجة. فزي ما اتفقنا كده هو شكله مش شكل الأنثى، قصدي القطعة بتاعته الملمس بتاعه زي الأنثى كده، بيبقى جامد شوية مش زي الكبدة. فهو ده شكل الكيس الحمل في الشهر التاني، الحمل الفارغ، هو ده بينزل لِك كده طبعًا بينزل دم كتير وبينزل قطع كده دم كده مكبّدة طبعًا زي الكبدة، بس بتبقى قطع زي نُقط كده جامدة شوية، دي مش هتبقى هي الكيس ده، الكيس بينزل قطعة واحدة كده عامل زي الصباعين كده، أو ممكن تبقى قطعة لازقة في بعض كده حسب الشكل اللي هينزل، بس بتبقى هي في حجم الأنثى في الضغطة بتاعتها كده يابسة كده زي الأنثى مش زي الكبدة. لكن إحنا بننزّل دم كتير وكلكعة دم كتير طبعًا زي الكبدة، وأنسجة وحاجات كتيرة بتنزل معانا، بس هي القطعة دي أول ما بتنزل معاكِ بترتاحي وبتحسّي براحة، وبتحسّي إن أنتِ ارتحتِ كده، ويبدأ الدم الباقي بينزل كأنها دورة ما بيبقاش في ألم خلاص، الألم بينتهي وقت ما بتنزل القطعة اللي أنا باقول لِك عليها دي اللي عاملة زي الأنثى، زي أنثى الفراخ إن شاء الله بإذن الله. طيب إيه اللي هنعمله بعد ما ينزل القطعة معانا دي؟ الدكتور بيقول لِك بعد مثلًا أسبوع هو بيبقى عارف إنه هينزل خلال أسبوع أو 10 أيام، فبيقول لِك بعد أسبوع، بعد 8 أيام، حسب المدة اللي هو بيقولها لِك، وحسب الشريط مديكِ شريط أو شريط ونُص أو هو إن شاء الله مش هيتعدى الشريط. حسب الكمية البرشام اللي مديه لِك بتاع الإجهاض، أول ما بتخلّصيه بيبقى مدّي لِك حاجة اسمها مضاد حيوي، ده طبعًا بينضّف الرحم من أي التهابات بيضبّط لِك كل الالتهابات عشان ما يبقاش في التهابات في الرحم ولا التهابات في عنق الرحم، أي حاجة موجودة المضادات الحيوي دي بتحافظ على الرحم من أي أمراض ولا أي حاجة تنتقل لها طبعًا، لإن عنق الرحم بيبقى مفتوح، فلازم تمشي على المضاد الحيوي اللي هو كاتبه لِك بإذن الله. طيب هل ليه مدة معيّنة ويخلص الدم؟ ممكن يقعد معاكِ كده أسبوعين، يعني أسبوع كده عشان تسقّطي، وأسبوع عقبال ما تنضفي أو تطهري، وأسبوع تاني ممكن تبقى بتنقّطي يعني، يبقى معاكِ نُقَط كده خفيفة. فإمتى نصلّي؟ بعد طبعًا ما ينزل، طبعًا إحنا بنبقى تعبانين جدًا أول أسبوع، وتاني أسبوع يبقى الدم لسه ما قلّش، تالت أسبوع خلاص بيبقى نُقَط خفيفة،
بنغتسل عادي خالص كأنها period عادية، وبنغتسل ونصلي، ولو نقّطت نتوضى ونغيّر ونصلي. فده كان الفيديو بتاع النهارده، وأعراض كيس الحمل الفارغ وشكل كيس الحمل الفارغ، ودي كان الفيديو بتاع النهارده. لو استفدتِ أي حاجة من الفيديو أو عجبِك الفيديو وعجبتِك الدردشة بتاعتنا، يالّا كده ما تنسيناش باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.